السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل دبابيس فراخ بالبطاطس وبالجبنه السايحه كده. خطيره جدا، الكبار هيحبوها والصغيرين مش هيبطلوا يطلبوها مني. طريقه سهله جدا، يلا بينا نقول بسم الله. الاول عندنا هنجيب دبابيس فراخ علشان هنسلقها، ننزل بيها في ميه سخنه. بصلايه على 4، ورق لوري، وفصين من الحبهان، ومعلقه ملح ومعلقه فلفل. وادي الفراخ بعد ما اتسلقت. هنخلي الدبابيس من العظم كده زي ما انتوا شايفينها، وما نرميش العظم عشان هنحتاجه في الاخر. هنفرم الفراخ عندنا اللي احنا خليناها من العظم فرمة ناعمة جدا زي ما انت شايف. لازم ننعمها جدا. بعد كده هنجيب عندنا 3 بطاطسات وهنقطعهم مكعبات علشان نسلقهم. هننزل بيهم في المية ونسيبهم يتسلقوا. بعد كده هنجيب البطاطس بعد ما اتسلقت وهننعمها خالص. هنهرس البطاطس على قد ما نقدر وهنطعمها بمكعبين من الزبدة. ودي يا باشا. بعد كده هنجيب الفراخ اللي احنا فرمناها ناعم جدا وهندخل الاتنين مع بعض، نسمجهم يعني. وبعد كده نبهرهم، معلقة من الملح، معلقة من البصل باودر، معلقة من التوم باودر، ومعلقة من البابريكا. ودلع بقى جبنة على قد ما تقدر. جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، رومي مبشورة، أي نوع جبنة. بعد كده هنعمل الرو. بيضاية وربع كوباية من اللبن ومعلقة ملح ومعلقة فلفل. وقلب الكلام ده مع بعضه يا باشا. بعد كده بقى هنجيب العظم اللي احنا سيبناه في الأول خالص. هنعمل كورة من الخليط اللي هو البطاطس والفراخ والجبنة، وهندخل في قلبه العظم زي ما انتوا شايفين. يعني الطريقة بسيطة جدا. بعد كده هننزل بيها في الدقيق. ندي طبقة من الدقيق وبعد كده هننزلها في الرول اللي هو البيض واللبن. وبعد كده هنديها البقسماط او اي غطاء اخير حضرتك حباه. بعد كده هننزل بقى اخر حاجة في البقسماط وهنلفها كويس جدا. ويفضل ان احنا بعد ما نبنيها في الدقيق والبقسماط ما ننزلهاش في الزيت على طول، ندخلها الفريزر من دقيقتين ل5 دقايق، بحيث ان هي تجمد وتمسك نفسها شوية، وهتبقى بالشكل ده اللي حضرتك شايفاه. يلا بينا على الزيت يا باشا واتفرج. بالصلاة على النبي، طعمها خطير جدا، والاطفال مش هيبطلوا يطلبوها مني، وحرفيا الكبار هيحبوها. جربوها وان شاء الله تعجبكم وبألف هنا. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. شكرا.